مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم سمينار لمسؤولي التنظيمات الوطنية في الدول الإسكندنافية. دعم أولياء أمور المعاقين ذهنيا في إقليم عنسبة. المجلس العسكري أمر بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي. والعراق يتهم تركيا إثر غصب استهدف إقليم كردستان وأسفر عن مقتل مدنيين. استئناف إمدادات الغاز بين روسيا وألمانيا عبر أنبوب نورد ستريم. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا، وكانت 3 من الإصابات من 4 أسمرة و2 من ميتمناي و2 من حزحز و1 من كل من سنبل وجزا كنيشة. في غضون ذلك شفي 11 من مرضى وباء كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 9907، شفي منهم 9742 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 62 من مرضى الوباء الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من يوليو 2022. نظم في السويد يوم 17 من يوليو سمينار لمسؤولي التنظيمات الوطنية الإريترية في الدول الإسكندنافية حول الإدارة والتعليمات والخدمات القنصلية. وأوضح مسؤول الإدارة والشؤون القنصلية في السفارة الإريترية بالدول الإسكندنافية سيد إسياس جبراي في السمينار الذي يشرح أسلوب العمل الجديد الذي أدخل في الشؤون القنصلية، أوضح بأن السياسة الإريترية ترتكز على العمل الجماهيري في الإدارة والخدمات الاجتماعية والنظام والقانون والدفاع والأمن والمهام الخارجية. وقال أن السفارات الإريترية ومكاتب القنصليات تختلف عن الجهات المماثلة لها في الدول الأخرى، لأن 90% من أنشطتها تنفذها بالتعاون مع الشعب. وذكر بأن الإريتري يضحي من أجل رخاء إريتريا وشعبها، ولأننا نمتلك الهوية المبنية على هذه الحكمة الاجتماعية السياسية، فإن جميع الإريتريين أينما كانوا يشاركون بقوة في الإيفاء بمتطلبات المرحلة. وأوضح بأن الجالية هي تنظيم وطني تأسس بالرغبة لخدمة وتعطير كل الإريتريين دون تأثير سياسي. وقدم المشاركون في السمينار آراء حول الخدمات وأسلوب العمل الجديد الذي يتطلب المزيد من التوضيح. قدمت الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية دعما عينيا للأسر الراعية للمعاقين في إقليم عنسبة، وقدم الدعم ل 334 أسرة في 5 مديريات بإقليم عنسبة يوم 15 من يوليو، وشمل على أدوات تساعد في تسيير الحياة اليومية والمواد الاستهلاكية. وأوضح مسؤول فرع الجمعية في إقليم عنسبة سيد إبراهيم صالح بأن الجمعية لديها أكثر من 500 عضو في مديريات حقات وحمل مالو وعتكليزان وعيلة برعد وكرن. هذا وقد تأسست جمعية المعاقين ذهنيا التي تنشط تحت إشراف وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عام 2012 على مستوى البلاد، وعام 2014 في إقليم عنسبة. من ناحية ثانية، تلقت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب دعما عينيا من الإريتريين المهتمين في أمريكا وكندا للمعاقين. وأشاد ممثل الجمعية في مراسم تسليم الدعم في 20 من يوليو بالمساعدات المقدمة، موضحين بأن دعم معاقي الحرب هو مسؤولية الجميع. ومن جهته أشاد مسؤول التنظيم والتعبئة في الجمعية سيد محمد نور إدريس بمبادرة المواطنين التي تأتي في إطار العون الشعبي المستمر. تبرع أعضاء وزارة المواصلات والاتصالات يوم 21 من يوليو ب45 كيس دم. وأوضح المتبرعون بأن التبرع جاء في إطار برامج التبرع الطوعي بالدم بشكل فردي وجماعي لتنمية بنك الدم. وذكر بأن أنشطة التوعية الجارية ساعدت في زيادة أعداد المتبرعين بالدم، مؤكدين الاستعداد للانضواء في جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم والتبرع المستمر بالدم. وأفاد بنك الدم الوطني وجود برنامج لتبرع أعضاء الجمارك والشرطة بالدم في الأيام القادمة. اشتعل حريق صباح اليوم في حي بلينكوما في مدينة عصب ودمر 13 منزلا و7 متاجر بكامل ممتلكاتها. وأفادت شرطة مدينة عصب عدم حدوث أضرار في الأرواح نتيجة الحريق الذي تسبب به ماس كهربائي في أحد متاجر المواد الإلكترونية، مؤشرة إلى أن الرياح ساعدت في انتشار الحريق.
هذا وقد شاركت قوات الدفاع في عملية إطفاء الحريق الذي استمر ل3 ساعات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أفاد المجلس العسكري الحاكم في مالي في بيان صحفي رسمي بأنه أمر بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة مينوسوما أوليفيه سيليغادو، متهما إياه بنشر معلومات مغرضة وغير مقبولة على تويتر حول قضية احتجاز 49 جنديا من ساحل العاج في باماكو. وأفاد المجلس بأن الحكومة أبلغت نائبه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دانييلا كروسلاك بقرار باماكو دعوة السيد أوليفيه سيليغادو المتحدث باسم مينوسوما لمقابلة الأراضي المالية في غضون 72 ساعة. من جانبها قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية في بيان أن سيليغادو أعلن عن دون أي دليل أن السلطات المالية ربما أبلغت مسبقا بوصول 49 جنديا من ساحل العاج على متن رحلة مدنية إلى المطار الدولي في باماكو الأحد 10 من يوليو 2022. وكان ساحل العاج قد طلبت من مالي في 12 من يوليو الإفراج عن عسكريها الذين قالت أنهم محتجزون ظلما، متهمة السلطات المالية بزعزعة استقرار البلاد. ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بارتكاب القوات التركية مجددا انتهاكا صريحا وسافرا للسيادة العراقية إثر قصف استهدف منتجعا سياحيا في زاخو بإقليم كردستان شمالي العراق، وأودى بحياة 9 مدنيين وجرح 23 آخرين وفق تصريحات السلطات المحلية. وأضاف الكاظمي أن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات، وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر. وأعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق تنفيذ عملية جديدة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفائها الغربيون منظمة إرهابية تخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز أفرادها في مناطق جبلية نائية بالعراق. أعيد تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وألمانيا بعد أعمال صيانة استمرت 10 أيام. وصرح ناطق باسم مجموعة نورد ستريم لوكالة الأنباء الفرنسية أن الأنبوب يعمل لكن من دون كشف كمية الغاز التي تتدفق. وبحسب البيانات التي نقلتها مجموعة غاز بروم الروسية لشركة غاسكيد الألمانية المشغلة للشبكة، يفترض أن يتدفق عبر الأنبوب 530 جيجا وات في الساعة خلال النهار. وسبق أن أكدت غاز بروم أنه لا يمكنها أن تضمن استئناف عمليات التسليم عبر الأنبوب بعد أعمال الصيانة. وتحدثت المجموعة عن قيام التوربين الضروري لتشغيل محطة الضغط بحسب قولها، فيما اعتبرته برلين ذريعة منددة بقرارات سياسية. وكانت ألمانيا تنتظر قرار موسكو بشأن إعادة تشغيل أنبوب الغاز بعد أعمال الصيانة المقررة منذ وقت طويل. في الخبر الأخير، قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس استقالته حسب ما أعلن عنه مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتريلا في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها. وذكر بيان مقتضب أن دراغي قدم استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها، مضيفا أن الرئيس أخذ علما بذلك وبأن الحكومة باقية لتصريف الأعمال، ومن المرجح أن يقوم ماتريلا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر أو أكتوبر بحسب محللين. وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة. وجاءت الاستقالة غداة إعلان 3 أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي الأربعاء أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته بعدما فشلت مفاوضات كانت تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم سمينار لمسؤولي التنظيمات الوطنية في الدول الاسكندنافية. دعم أولياء أمور المعاقين ذهنيا في إقليم عنسبة. المجلس العسكري المالي يأمر بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي. والعراق يتهم تركيا إثر غصب استهدف إقليم كردستان وأسفر عن مقتل مدنيين.
استئناف امدادات الغاز بين روسيا وألمانيا عبر أنبوب نورد ستريم. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.